في مباراة سهلة وبروقان كبير، الزمالك بيخلص على انيمبا وبيكسبه 1-0 مع الرأفة، وبيصعد عن جدارة واستحقاق للسيمي فاينال دوري ابطال افريقيا، وبيقرب من الحلم اكتر واكتر. الزمالك ابتدى بخطة 4-3-2-1 بالشناوي لحراسة المرمى، قدامه علي جبر اسلام جمال 2 مساكين، باك يمين المتألق احمد توفيق، باك شمال رمزي خالد، في النص هولدنج طارق حامد، على يمينه ابراهيم صلاح بوكس يمين في مكان مش مكانه نهائي، وعلى شماله معروف يوسف بوكس شمال، وقدامهم جناح يمين مايل للعمق ايمن حفني، وجناح شمال حر مصطفى فتحي، تحت مهاجم وحيد باسم مرسي. رغم الفوز والسيطرة الكاملة من الزمالك على المباراة وتواضع فريق انيمبا واستسلامه تماما رغم انه محتاج الفوز، لكن في بعض الاخطاء اللي ادت ان الفوز يتأخر وحطت الفرقة في قلق ان اي كرة عشوائية ممكن تدخل جول وتقلب الامور تماما. الاخطاء دي لازم تتعالج وتتصلح قبل السيمي فاينال علشان اللي جاي اصعب بكتير. اولا مع الاعتراف بوجود نقص كبير في الفرقه، لكن انت كنت بتلعب قدام فريق ضعيف جدا ومستسلم تماما، سايب لك الملعب تعمل فيه اللي انت عايزه، فما كانش ليه اي لازمه اللعب ب3 في نص الملعب والمبالغه في الكثافه الدفاعيه في نص الملعب قدام فريق اساسا ضعيف. وفي نفس الوقت اضطريت انك تلاعب لاعب زي ابراهيم صلاح في مركز الارتكاز المساند ناحيه اليمين، مطلوب منه يهاجم ويدافع وهو ما عندوش الامكانيه انه يعمل الدور ده. ثانيا مصطفى فتحي جناح يمين، ومن ساعة ما جه الزمالك هو بيلعب جناح يمين، وعنده إمكانية عالية جدا في إنه يعدي من على الأطراف أو إنه يكسر لجوه ويسدد بشماله على المرمى. فإيه الفكرة في البدء فيه في الماتش ده كجناح شمال، ومن وراه معروف يوسف اللي أساسا بيلعب ارتكاز مساند مايل للطرف الشمال، ومن وراهم رمزي خالد اللي كان بيزيد لأن النيابة ما كانش بيضغط، فأصبح الزمالك بيلعب ب3 في جبهة واحدة بيقفلوا على بعض. في المقابل ان الجبهه الثانيه ما كانش فيها غير ابراهيم صلاح وبيلعب ارتكاز مساند يمين، هو ما عندوش قدره انه يخترق لا من العمق ولا من الطرف، وفيها ايمن حفني اللي كان بيضم العمق علشان يأدي دور بلاي ميكر، وفيها احمد توفيق الباك رايت اللي لولا جرأته وشجاعته في الاختراق ما كانش هيبقى فيه اي تواجد هجومي للزمالك من الناحيه دي. انا مش فاهم ايه الفكره في تغيير مركز مصطفى فتحي في المباراه دي بالذات. كان من الافضل البدء بخطة 4-2-3-1 بنزول ابراهيم صلاح جنب طارق حامد هولدنج معاه، ووجود مصطفى فتحي كجناح يمين ومعروف يوسف كجناح شمال لاستغلال اطراف انيمبا الضعيفة دفاعيا تماما، ودخول ايمن حفني كصانع العاب حر في العمق تحت باسم مرسي. لكن بالطريقة اللي لعب بيها الزمالك خلى اغلب الاختراقات من العمق، وانيمبا اساسا قفلوا بشكل قوي وبيلعب دفاع منطقة، فأخر الفوز في ماتش سهل كان ممكن يتعمل فيه سكور. في الشوط الثاني اتحسن الوضع شوية بعد ما اتحرر ايمن حفني ومصطفى فتحي وابتدى يبقى فيه تبادل للمراكز ما بينهم، فابتدت الهجمات تتنوع ما بين الجنب اليمين والجنب الشمال بعد ما كانت معتمدة في الشوط الاولاني على الجنب الشمال لوحده. لكن فضلت برضه مشكلة الاختراق من العمق وزيادة نسبة الميس باس بين اللعيبة. استمر الوضع على ما هو عليه لحد ما قدر ايمن حفني ياخد ضربة جزاء بذكاء كبير واصرار عالي منه، قدر باسم مرسي انه يحرزها علشان يريح الناس كلها ويقضي على امال انيمبا تماما. بعدها مؤمن سليمان عمل تغييرات بنزول شيكابالا وستانلي ومايوكا بدل من ايمن حفني ومصطفى فتحي وباسم مرسي علشان يريح اللعيبة لان الماتش تقريبا كان انتهى تماما. في نقطة مهمة جدا لازم نتكلم فيها، الميس باس الكتير وصعوبة الاختراق في بعض الأحيان في المباراة سببها إن لسه مفيش أسلوب لعب معين أو تكتيك معين الفريق بيلعب بيه، ولسه اللعيبة محافظتش جمل تكتيكية تقدر تواجه بيها المواقف اللي زي دي في الماتشات. وبالتالي في فترة التوقف دي كابتن مؤمن سليمان او المدرب الاجنبي اللي هيجي دورهم الاساسي هو ازاي يحفظوا اللعيبة فكر او تكتيك معين يقدروا يواجهوا بيه الماتشات بتاعة افريقيا اللي جاية، لان الماتشات اللي جاية اصعب بكتير. الزمالك كفريق متكامل من جميع المراكز لكن ينقصه لسه فكر فني يقدر يقود المجموعة دي. ألف مبروك لجماهير الزمالك ومجلس إدارته ولاعيبته بالفوز المستحق والصعود للسيمي فاينال دوري أبطال أفريقيا، وبالتوفيق في اللي جاي إن شاء الله.